السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده هعمل معاكم فيديو جديد، فكره جديده اول مره تشوفوها. طبعا ازايز الدواء، ازايز البرفان بتعمل بيها حاجات كتير جدا، وشفنا طبعا ليها فيديوهات كتير، ناس كتير ابدعت فيها. بس النهارده انا هعمل فكره غير، يعني فكره مختلفه خالص. هنبدا مع بعض. اللي انا هحتاج 4 ازايز دواء، ولازم يكونوا 4، و4 ازايز برفان شبه بعض. هنبدأ مع بعض. انا هنا هشتغل على واحدة، وبعد كده هنشوف هو لازم 4 و4، لان اللي هو ديكور على بعضه، عشان هنكتب كلمة عليهم. لكن دلوقتي اللي انا هعمله ان انا هعمل واحدة منهم، ونشوف الباقي طبعا هتعمله بنفس الخطوات بالظبط. هجيب عندي الازازة بتاعت البرفان. هنا هو طبعا هي مقفولة. هحاول بس ان انا هزود شمع هنا كده عشان ما تفكش خالص. اهي انا مش هشيل الحاجة اللي فيها، عشان انا هعمل فيها شغل تاني خالص، مش محتاجة اي حاجة تتفك. هاجي هنا برضو هعمل نفس الحكاية. هحط هنا شمع، انا بس عايزة اجمدها. وهاجي كده هجيب الغطا اللي عندي وهلزقه كويس كده. يبقى انا عملت الجزء الاولاني في ازازة البرفان اللي عندي. هاجي هنا في ازازة الدواء وهشيل الجزء اللي عندي اللي هنا ده. طبعا بمقص، هتقص عادي مفيش مشكلة خالص. وهاجي هنا هعمل نفس اللي عملته، بس هعملها هنا المرة دي. هحط فيها شمع، وهحط شمع كتير علشان طبعا الازاز ما بيلزقش كويس في الحاجات دي. فانا هحط شمع كتير هنا كده. وفي الازازة برضو نفسها هنأكد عليها علشان تبقى جامدة. هحط كده اهي، عملتها وجمدت، بقت جامدة خلاص. اللي انا هعمله دلوقتي هجيب كرتون بمقاسات كده، هقيسهم بحاجة مدورة. هنا دول قد بعض، بس هنا انا لقيتها اسهل ان انا اقصها وافتحها، عشان عايزه افتحها من النص. بقت بالشكل ده كده. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هاجي هنا وهجيب الاتنين دول، هعدي واحدة من الجزء اللي تحت ده كده اهي. هحط شمع كتير، وهحط اللي هي الصغيرة اللي عندي دي عليها. خلاص كده ظبطتها. هبدأ بقى ألزق الباقي ده. هحط هنا شمع فيها بقى كلها. الفكرة دي جديدة وحصري، مش هتلاقوها في اي حتة تانية. وهلزقها بالشكل ده. هظبط المقاس عشان تبقى متوسطنة عندي، وهلزق فيها اللي هي عندي الأخيرة. هحط شمع. عايزين نلزقها بالغيرة مفيش مشكلة، بس الشمع أسهل وبيسرع الحاجة. وهلزقها برضو واظبط الاتجاهات بتاعتي. بقت عندي اهي بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي انا عندي الجزء اللي فوق دوت هنا كده. الجزء ده ممكن يتعمل وممكن ما يتعملش، يعني انا هعمله كزيادة عشان المنظر يبقى شكله حلو. عندي الخرز ده خرز كده كان في فرانشة بتاعت ستارة. هحط شمع في النص كده كتير، علشان هي مفتوحة من النص، دي مفتوحة. وهبدأ ألزق فيها. هي لزقتها كده ووسطنتها علشان تبقى مظبوطة معايا كده. انا عندي الجزء الاولاني اللي هو ان انا ركبت الحاجة مع بعض. دلوقتي انا عملتهم كلهم بقوا عندي بالشكل ده. الخطوة اللي عندي دلوقتي برضو هنشتغل على واحدة وهعملهم كلهم ونرجع نشوف عملتهم ازاي. الخطوة اللي عندي دلوقتي انا هجيب هنا هجيب مناديل. ويفضل مناديل مطبخ. مناديل المطبخ متقطعش بسهوله، عشان في ناس قالوا لي المناديل بتتقطع من هنا. المناديل العاديه ما بتستحملش الميه والغيره بتبوش، لكن المناديل المطبخ كويسه جدا. هاجي هنا وهجيب غيره ابيض مخفف. ده غيره انا مخففاه، انا قطعتها صغير شويه عشان اعرف املك اشتغل بيها. وهاجي كده وهبدا بقى هكرمش سنه المنديل، وهاخد عندي الغيره. هبدأ بقى ايه، هوزع المناديل اللي عندي عليها كلها. هجيب كده المنديل. طبعا انا عايزة ايه، هغلفها كلها بالمناديل بحيث ان التأثيرات والتجزيعات اللي عندي دي تبان كده. هكملها واعمل الباقي ونرجع نشوف هنكمل ازاي وهنعمل ايه في بقية الحاجة اللي عندنا. هنا كده الازايز اللي عندي بقت بالشكل ده، نشفت الحاجه جبنت عليها ونشفت وجمدت وبقت زي الفل زي ما احنا شايفين. انا هنا معلش كنت بجرب الدهان.
الخطوه اللي انا هعملها دلوقتي ان احنا هندهن. انا هدهن باسود، بس قبل ما ادهن هعمل حاجه بسيطه كده. انا عندي الجزء اللي انا عاملاه دون، انا ممكن ما اعملوش خالص، بس انا حابه اعمل فيه منظر جمالي كده عشان يبقى شكله كويس. فانا حطيت الجزء اللي تحت ده تحت الورق علشان يبقى جامد ما يفكش معايا. انا لسه هعمل فيه حاجات تانية. انا عندي هنا ده دي خرزه كده كانت في فرنش ستاير، عندي منها حبه كده. فهعمل ايه، انا مركبه دي عشان اركب دي عليها كده بالشكل دون عشان تلزق كويس. لو حطيت المنديل على دي منظرها هيروح. هاجي هنا كل اللي هعمله هحط شمع هنا كده وهلزق الخرزه اللي عندي دي علشان لما اجي هدهنها، عايزه ادهنها بنفس اللون. هعملهم بقى الزقهم كلهم عشان نشوف بعد كده الخطوه اللي بعد كده هنعمل فيها ايه. هاجي هنا طبعا كده هجيب عندي الدهان اللي شغاله بيه، ده دهان اسمه اورا من عند بتاع الحدايد والبيات. الازازه الكبيره دي بتتباع ب7 جنيه او 7 جنيه ونص بالكتير. هدهن بقى، هدهن كله بالاسود. طبعا برضو انا بقول الدهان عايزين حابين نرش سبراي تمام مفيش مشكله، هيبقى اسهل كتير. انا حابه ان انا ادهن، انا بحب مسكه الفرشه والدهان كده، بحس اني سعيده وانا بدهن بصراحه، ببقى مبسوطه جدا. وبهدل ايدي واقوم واغسلها وارجع تاني، بس ببقى مبسوطه بالدهان. هدهنها بقى كلها. طبعا انا بحاول ان انا ما اسيبش فراغات بيضه، بملى كل الفراغات البيضه اللي عندي. هسيبهم ينشفوا، هعمل معاكم خطوه كده عقبال لما ينشفوا ونعملها بالمره. هنا كده دهنت الحاجه وسبتها تنشف. الخطوه اللي عندي دلوقتي هجيب قطعه من الكرتون زي كده اهي. حاولت اخد المقاس بتاع الازازه، يعني لو جبنا دي كده هنلاقي ده مقاس الازازه بالظبط اهو. خلاص فهعمل برضو 4. جيت هنا كده وجيت شلت الورقه اللي فوق اللي هي على الكرتونه. كان في متابعه كريمه بتقولي رش عليها ميه، لو انا مش عايزه الورق ده برش ميه ممكن احط عليها فوطه منديه او ببخاخه ارش عليها ميه، ولو انا عايزه اللي جوه بس. لكن لو انا عايزه الاتنين بحاول اطلعها بالراحه بقى باي طريقه اقدر اعملها. انا هفكها من الناحيتين، بقت عندي اهي. هعمل منها 4 وهدهنهم بنفس الطريقه بتاعت الحاجه التانية. هجيب عندي برضو الدهان الاسود بالمره هدهنهم عشان ينشفوا مع الحاجات التانية. هدهنهم واسيبهم ينشفوا. هعمل معاكم خطوه مهمه عقبال ما الحاجه اللي عندي تنشف. هاجي هنا وهجيب عندي خيش. انا جيت قصيت الخيش بالمنظر ده كده، يعني دي كانت تكون مربع وده مستطيل، بس ممكن نقصه مربعات مفيش مشكله خالص. قصيت مربعات دي. في عندي كذا حاجه ممكن نعملها بيها. ممكن نجيب فوم اسود ونقص حروف اللي احنا حابينها او بالاسم اللي احنا حابينه. انا هكتب كلمه هوم وهنبدا نقصها على الفوم ونلزقها. قادرين ان احنا خطنا كويس، ممكن نجيب قلم فلوماستر ونكتب الكلمه. انا هنا بقى عندي استنسل كنت جبته قبل كده ووريته لكم في فيديو المشتريات. عندي استنسل بالشكلين دول، واحد فيه الحروف، واحد هنا هاخد جزء من الرسمة هحطه تحت الحرف كده. هو هحتاج دهان هعمله اسود برضو، هكتب الاسود. ممكن نكتب عندنا ستنسل ونجيب قلم فلوماستر ونحط الحرف اللي احنا حابينه ونبدأ نملاه بالقلم الفلوماستر. القلم الفلوماستر ممتاز، بس انا حبيت الدهان اكتر. هنعمل بالدهان يا اما بسفنج قطعة من السفنج ونبدأ نعمل، يا اما فرشة تكون زي ما احنا شايفين كده تقيلة وتخينة وقصيرة. دي الفرشة دي بتاعت الدق اللي هي بندق بيها هنرسم بيها الرسمة بتاعتنا. هنعمل ايه؟ وهجيب اول جزء عندي هجيب حرف الاتش وهحطه هظبطه. انا حابة اسيب سنة فراغ كده علشان هعمل المنظر اللي انا هعمله. فانا هرفعه لفوق شوية، يعني هوسطنه وارفعه لفوق سنة بالشكل ده كده. هجيب الدهان اللي عندي. هعمل ايه؟ انا حطيت الدهان هقلل اللي على الفرشة على قد ما اقدر. يعني بصوا انا هحط دهان كده وهقلله على قد ما اقدر، وهاجي كده وهمسك
الكلمة اللي عندي كويس جدا، وهبدأ هعمل بطريقة الدق اللي هي كده بالشكل ده. بقى عندي حرف الاتش اول حاجة عندنا بقى بالشكل ده. احنا ممكن نستكفى بالحرف بس انا حابة اعمل منظر فيه، فهاجي هنا في عندي الوحدة دي. بصوا طبعا عشان طبعا مش ينفع اجيبها كلها، انا هظبط جزء كده، انا هشتغل على الجزء اللي هو هنا ده بس. هاجي كده وهاخد الدهان اللي عندي وهبدأ برضو ادق كده عليه اهي. بصوا حرف الاتش جاي معاه الرسمة شكله تحفة. هكمل بقى الباقي كله بنفس الطريقة. في حاجة عندي هنا لازم اعملها، احنا طبعا هنعمل بنفس الاسطمبة، لازم امسح. طبعا انا لسه كنت شغالة بالرسمة دي على طول، اول ما خلصت الاولانية رحت مسحاها من ورا ومن قدام عشان لما اجي اعمل ما تبص مني. هاجي هنا كده وهحط الرسمة اللي عندي هظبطها. انا هعمل نفس الرسمة برضو مش هغيرها، واحنا بنشتغل بالستنسل نخلي بالنا علشان ما نخشش على الرسمة اللي بعد كده نبوظ الحاجة اللي احنا بنعملها. يعني انا لو كنت جيت سنة هنا كده على الفراشة كانت ممكن تعلم عندي، فنخلي بالنا من النقطة دي كويس جدا اهي. يبقى كده انا عملت اول حرفين، همسح دي على طول، ما استنيش دي، همسحها على طول. هنا كده الحاجة زي ما احنا شايفين بعد ما نشفت بقت بالشكل ده كده. انا كمان جهزت اللي هو الخيش ورا زي ما احنا شايفين. كمان انا هنا جيت جربت درجة الدهان بتاعتي اللي انا هعمل بيها، فانا حبيت اغير الدرجة. جبت درجة بيش شوية او كافيه شوية. جبتها ازاي؟ جبت بني مائي اللي هو اورا دون، وعندي اللون الذهبي خدت منه شوية، خدت من البني والذهبي وجزء فضي وعملتهم مع بعض طلع عندي الدرجة دي الوان الذهبي والفضي والنحاس اللي كنت شغالة بيه قبل كده. دي درجات الوان مائية موجودة عند اي حد بتاع حلال وبيان. الخطوة اللي عندي هجيب اللون اللي انا جهزته وهبدأ بقى هعمل بيه تعتيق للشغل اللي عندي. طبعا احنا عاملين مناديل، عندي المناديل هتاخد منظر التعتيق بالمنظر ده، شكلها جميل جدا. طول ما احنا شغالين الحاجة منظرها بيبان والتعتيق بيتنطق الشغل اللي معايا. هعملهم بقى كلهم بنفس الطريقة. خلص تعتيق ونشوف الخطوة اللي بعد كده هنعمل فيها ايه. هنا كده انا خلصت التعتيق بتاع الحاجة اللي عندي. كمان هعمل حاجة بسيطة في اللي هو الجزء ده، مش هعمل فيه كتير، انا هعمل فيه حاجة بسيطة خالص عشان تدي منظر واحنا بنشتغل. هعمل ايه؟ هاجي كده وهجيب مسطرة وهجيب درجة اللون اللي احنا عملناها اللي اشتغلنا بيها التعتيق، وهاجي كده هسيب مثلا نص سنتي تقريبا. هاجي كده هجيب سفنجة على حرفها كده تمام، وهاجي هعمل كده تعتيق على الحرف بس بالمسطرة علشان يطلع مظبوط بالشكل ده اهو تمام. هاجي الناحية التانية هعمل نفس الحكاية، هقف كده وهعمل التعتيق على الحرف، هحددها مش اكتر. بس شكلها بقى جميل جدا. هعملهم كلهم بقى بنفس الطريقة ونرجع نشوف بعد كده هعمل ايه. كده بقت الحاجة اللي عندي بقت بالشكل ده كده. انا حابة ان انا ادي وش ورنيش، طبعا ورنيش مائي يمشي واي ورنيش عندنا ممكن، بس انا هعمل ورنيش عادي اللي هو ورنيش خشب او ورنيش زجاجي. عندي ورنيش زجاجي كنت شغالة بيه في حاجات قبل كده، فانا هعمل بيه. هدهن الحاجة اللي عندي كلها بالورنيش، هخلصهم ونرجع نشوف اللي بعد كده هنعمل فيه ايه. انا دهنت اللي هي القواعد اللي عندي كلها، حابة كمان ادهن دول برضو. هكمل الورنيش عشان يدي برضو منظر كويس. هعملهم برضو كلهم واسيب بقى الحاجة دي تنشف خالص ونرجع نشوف تجميع بقى ونشوف هنجمع ازاي وهنعمل ايه في الحاجة اللي معانا دي. هنا كده الحاجة عندي كلها بقت جاهزة قدامي. هجيب عندي
الاجزاء اللي انا عملتها دي، وهاجي هحطها في الجزء اللي هنا ده بالشكل ده. بصوا ادت منظر عامل ازاي، ادت منظر تحفه. هاجي هنا، طبعا انا عايزه ابين الجزء اللي فوق، ممكن نعملها اصغر سنه. هجيب مسدس الشمع وهبدأ هلزقها عادي خالص. هاجي هنا كده هظبط المسافة اللي انا عايزاها، وهحط شمع هنا كده، وهبدأ ألزق الجزء اللي عندي ده. بصوا بقت عندي اهي، شكلها تحفة، شكلها جميل قوي. انا هعمل واحدة معاكم وهكمل الباقي بنفس الطريقة. هاجي هنا هجيب اول حرف في كلمة هوم، هجيب حرف الاتش عندي كده، وهبدأ هحطه هنا. انا هجيبه كده عشان اشوفه املكه. انا هحط شمع عليه وهبدأ الزق واظبطه. هاجي هنا عندي خرز رفيع كده، هاجي عند الحروف الاربع حروف كده، ممكن لولي نص، بس ده الخرز ده اللي هو بتاع النحاسي بتاع الجنسات وكده، ونفس الدرجة اللي احنا عاملينها. عند الاربع حروف كده هحط وحدات منها. طبعا اللي بعمله في دي هعمله في الباقي كله بنفس الطريقة. عندي دي ايه دي؟ جزء بتاع فرنشا بالشكل ده. هي كده جايه كانت في فرنشا، طبعا احنا ممكن نشتريها، بتبقى من الحاجات دي موجوده. هتلاقيها في العتبه والمسك كتير، كل الاشكال اللي احنا عايزينها. شلت منها الخيوط اللي فيها، هي من جوه خشب بالشكل ده. بصوا لما فكيت الخيوط اللي فيها بقت عندي اهي. هاجي هنا في الجزء اللي هو فوق ده هحط سنة شمع بس مش كتير، وهجيب دي هي بتخش في ديا هنا كده. هنا كده يعتبر كده انا خلصت، بس انا حابة الجزء اللي تحت مفيهوش حاجة قوي، فانا هنا هجيب وردة من اللي احنا كنا عملناهم قبل كده مع بعض. طبعا الالوان اللي فوق دي ماشية معاها، وجيت عملت قلب الوردة بالاسود تمام، وهاجي احطها تحت خالص هنا عشان تديني منظر احسن كمان. يعني هاجي احطها هنا كده، هحط شمع فيها وهلزقها في الجزء ده هنا كده. بقت عندي بالشكل ده. هكمل الباقيين ونرجع بقى نشوفهم كلهم مع بعض شكلهم ايه. يا ماما جميلة، انت حلوة، انت معك جميلة وانت شاطرة. وانت جميل يا حبيبي والله، وانت كمان جميل يا حبيبي. جميلة، انت معك جميلة. انت اللي جميل يا قلبي.